السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهاردة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبهنا وصحة وسعادة. النهاردة بإذن الله هنعمل خضار المشكل او التل، حسب ما انتم ما بتقولوا او حسب ما انتم ما بتعملوا. طبعا معانا جميع الخضار بقى الايام ديت، الخضار كتير في السوق والحمد لله حلو وفريش. معانا فاصوليا خضرة زي ما انتم شايفينها كده حلوة ومقطعينها، ومعانا كوسة مخرطاها بس مكعبات تخينة شوية، ومعايا بسلة. البسلة دي انا مخزناها على فكرة، وبطاطس مقطعاها مكعبات صغيرة بس هي الكاميرا مكبراها شوية وفي كان ناقص جزر بس ما كانش عندي. ومعانا البصلة بتاعتنا، طبعا حطينا المادة الدهنية بتاعتنا يا زيت يا سمنة حسب ما انت بتعملي. والطماطم بتاعتنا مسبكينها قليل، وهنقلبهم مع بعض وهنرجع بقى نحط البهارات بتاعتنا. معروفة طبعا البهارات بتاعتنا بتكون عبارة عن ملح أبيض، فلفل أسمر، حبة كمون. أزيد من كده ما تحطيش. حبيتي تحطي شطة بس أنا محطيتش شطة لأن الطماطم أنا حاطة فيها حوالي قرنين فلفل أحمر، فبرضو ده حسب الرغبة وحسب ما انت عايزة. وهسيبهم يتقلبوا كده كلهم مع بعض، والملح برضو الابيض حسب الرغبة حسب ما انتي ما بتعملي. وهنسيبهم كده يتقلبوا كلهم مع بعض. ممكن تحطي البصلة نية، يعني لو عايزة تعملي البصلة نية مع الخضار المشكل اعمليها نية عادي، بس انا بحب اديها ايه تتبيله. ومعانا البرام بتاعنا اللي زي العسل، اللي بيغير نفس الاكل بصراحة، بيغير طريقته في الطعم والاكل. البرام بتاعنا. وهنحط الخضار كله بقى مع بعض، ونحط الكوسة مع البسلة مع الجزر. طبعا ما انا اسفة ما فيش جزر، مع الفاصوليا الخضراء. هنحط كل دول مع بعض وهنقلبهم حلو قوي كويس، هندخلهم مع بعض. وبعدين نحط الصلصة بتاعتنا، التسبيكة بتاعتنا اللي احنا عاملينها زي ما انتم شايفين اهو، وهنقلبهم كلهم بقى مع بعض. ونحط اللهم صل على سيدنا محمد. هنقلبهم كلهم زي ما انتم كده شايفين، هنقلبهم ندخلهم كلهم مع بعض. وبس خلي بالك البرام دوت ما يتحطش على حاجة ساقعة، عشان لو اتحط على حاجة ساقعة ممكن يتكسر منك، فهو لازم تحطيه على حاجة ما تكونش ايه ساقعة. وهنقلبهم كده كلهم مع بعض، وهنسقي بالشوربة. عندي شوربة، هنسقي بقى بالشوربة بتاعتنا حسب ايه، ما نكترلوش يعني اوي الشوربة علشان ما نطلعه كده متماسك مع بعضه، ما يكونش فيه شوربة كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الشوربة اهي زي ما انتم شايفين كده، هنسقيه هنحط حوالي ايه يعني حبة كده حلوين، مش هكتر فيه الشوربة قوي. الشوربة دي برضو محدقاها فيها الملح، ملح وفلفل، فكده اهو هنحطها زي ما انتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واهو زي ما انتم شايفين يطلع طاجن زي العسل. وراح احطه بقى في الفرن، طبعا الفرن اعلى عليه من تحت. وبقيت الصلصة بحطها من فوق الفرن، اعلي عليه من تحت بس اوطي من فوق على اساس ما احرقهوش من فوق وهو يكون لسه ني. اعلي مجرد ما يغلي اوطي عليه فوق وتحت، واسيبه بقى يستوي براحته لغاية ما يروح ايه. اعمل شوية الرز بتاعنا وبتطلع، وهيطلع مع نحطه بقى في الفرن. وبعد ما طلعناه اهو بقى من الفرن زي ما انتوا شايفينه، ايه رأيكم؟ طعمه جميل وخضار مشكل. وانتوا طبعا عارفين الخضار الايام ديت موجود في السوق وليه فوائد كتيرة، وموجود الايام دي بقى. اللي عايزة بقى تخزني بسلة خزني، فاصوليا تخزني، الكوسة لسه مخزناش طبعا ما ينفعش تتخزن، والجزر. فخزني بقى الايام ديت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وفي كلمة حلوة، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ومع الف 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 سلامة.